يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. اكيد كلنا بنشوف وبنسمع اغلب الاعلاميين لو ما كانش كلهم بيتكلموا في امكانية عودة رمضان صبحي تاني لبيته النادي الاهلي، وان رمضان صبحي بيدبدب في الارض وبيعيط ليل نهار وبيكلم الدنيا كلها ومتوسط عند الدنيا كلها ان بس يخلوا النادي الاهلي يسامحه، وهو على استعداد يعمل اي حاجة عشان بس يرجع النادي الاهلي والنادي الاهلي يسامحه، وممكن يعتذر لاي حد، بس اي حد يتوسط له عند الكابتن بيبو. وطبعا الخبر ده بيطلع كل انتقالات. ليه بيطلع كل انتقالات؟ كل ما النادي الاهلي بيسمع او من قريب او من بعيد ان نادي الزمالك ممكن يكون بيتفاوض مع رمضان صبحي او بيتكلم مع رمضان صبحي او في اخبار ان الزمالك قريب من رمضان صبحي، الخبر ده هيطلع. طب ليه؟ اقول لك. عشان اول حاجه هم بيجسوا نبض الجمهور. لو فكرنا في يوم من الايام نرجع رمضان، الجمهور هيقول ايه؟ لو الجمهور ما اعترضش قوي والدنيا عدت بسلام، طيب يبقى احنا معانا كارت ان احنا لو حبينا نرجعه ونرجعه. وساعتها هتسمع المبررات وهتقتنع بيها وهتبقى مقنعة. وساعتها كل حاجة انت كنت بتسمعها قبل كده تحس ان هي لا مش حقيقية، هم بيقولوا الصح. تمام. طيب احنا مش هنجيب رمضان، يبقى زي ما بيقولوا بالبلدي كده، الطبق اللي ما بتاكلش فيه سمه. يعني انا النهارده يوم ما رمضان صبحي يروح الزمالك، يبقى رمضان صبحي كان بيجي يتحايل عليا وكان جايب لي طوب الارض وكابتن اكرامي جه ومش عارف مين جه والدنيا كلها جات لي، واحنا اللي قلنا لا، مش عايزين رمضان، ما يلزمناش، يعتذر ما يعتذرش، لا روح الزمالك، مش عايزينك. فيبقى النادي الاهلي هو اللي مش عايز رمضان صبحي، عشان كده رمضان ساب النادي الاهلي وراح لنادي الزمالك. انما يعني مش حبا بقى ولا عايز يعمل ولا انسى الكلام ده، ما خلاص، ما هو جالنا واحنا اللي مشيناه. فكل انتقالات هتسمع الخبر ده في حالة طبعا ان الزمالك في كلام بينه وبين رمضان، واليومين دول في كلام بين الزمالك ورمضان صبحي فعلا ورمضان فعلا قريب، بس مش في يناير. رمضان قريب ان هو يكون متواجد في نادي الزمالك. ليه؟ لان رمضان خلاص يعني حاسس ان الدنيا بقت مش لطيفة معاه. النادي الاهلي طبعا وجماهيره بيضيقوا عليه الدنيا جامد، ورمضان حاسس مكانه في بيراميدز مش احسن حاجة، وحاسس ان هو محتاج جمهور ومحتاج بطولات، وطبعا ده مش متواجد في بيراميدز على الاقل في الوقت الحالي. فغير النادي الاهلي مين اللي عنده كده؟ اكيد مفيش غير الزمالك. فهو ده الوحيد الجمهور اللي ممكن يدافع عنه، ممكن اللي بيوقف في ظهره، ممكن المكان الوحيد اللي يقدر ياخد فيه بطولات، فتبقى الدنيا اسهل. عشان كده رمضان صبحي قريب من نادي الزمالك، عشان كده بتسمع الاخبار دي. لان طبعا النادي الاهلي اكيد ده شيء قطعي، يعني مش من مصلحته ان نادي الزمالك يبقى كويس، زي ما نادي الزمالك برضه مش من مصلحته ان النادي الاهلي يبقى كويس. اكيد اي لعيب كويس انت هتاخده انا ممكن اسحبه منك، زي ما الاهلي مثلا دخل في صفقه مثلا مروان عطيه، رغم ان هو الزمالك اصلا اللي كان تقريبا مخلص كل حاجه، وقدر ان هو يخلصها عشان ما ياخدهاش نادي الزمالك. القندوسي، واكبر دليل على كلامي ان النادي الاهلي اصلا ما يعني مش محتاجه، هو دلوقتي اصلا مطلعه اعاره. يعني انت جايب لعيب اجنبي وبتدفع له بالدولار وبتطلعه اعاره، فاذا انت ما كنتش محتاجه، بس هو برضو بيضيق الدنيا على نادي الزمالك، وده طبعا حق شرعي، يعني ده حاجه مشروعه ممكن تبقى ماشي، مش الناس ما بتحبذهاش او كده، بس في الاخر ده اسلوب محدش يقدر يلومه عليه. تعرف تعمل كده اعمل بس. فرمضان صبحي هتسمع ان هو بيدبدب وبيعيط عشان يروح النادي الاهلي. ده ليه؟ عشان في كلام بين رمضان وناس في نادي الزمالك. انما ممكن يكون رمضان رايح النادي الاهلي، ممكن، انا ما بقولش لا، ما بنفيهاش، وزي ما بقول لك هتسمع المبررات، وممكن يكون كل ده عشان فعلا في كلام بين رمضان ونادي الزمالك.
سلام.